السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البسيسه بطريقه سهله جدا، وكمان بتكون اخف من الكيكه وطعمها بجد حكايه. شايفين ما شاء الله الارتفاع البسيسه جميله ازاي، وشايفين اللون الجميل ازاي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا دقيق نص كيلو من دقيق الذره الاصفر، جايباه من عند العطار. ابتدي ان انا انخله كويس بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كده خلاص نخلنا دقيق الذره الاصفر. نبتدي ان احنا ننزل عليه بكوبايه دقيق، وننزل على الدقيق بكيس بيكنج باودر، ونبتدي ان احنا ننخل الدقيق كويس على دقيق الذره الاصفر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها برشه ملح بسيطه جدا، ونبتدي ان احنا نقلب المكونات الجافه مع بعض بالشكل ده. لازم نقلب كويس دقيق الابيض مع دقيق الذره الاصفر بالشكل ده، نقلبهم كلهم كويس جدا مع البيكنج باودر ورشه الملح، نقلبهم كويس جدا. وبعد كده نسيبهم على جنب. نبتدي نعمل المكونات السائله مع بعض. معايا هنا 4 بيضات. ابتدي ان انا اكسر البيض بالشكل ده، ونخلي بالنا ان قشر البيض ما يقعش معانا في الخلاط علشان خاطر ما يبهدلش الكيكه بتاعتنا. بعد ما كسرنا البيض بالشكل ده، نبتدي ان احنا ننزل عليهم بظرفين من الفانيليا بالشكل ده، وننزل عليها بنص كيس من تانج البرتقال بالشكل ده. ما ننزلش بالكيس كامل عشان ما يمررش معانا الكيكه. ونبتدي ننزل عليها بمعلقه صغيره من الخل. وبعد كده نبتدي ان احنا نضرب البيض مع الحاجات اللي احنا حاطينها مع بعض بالشكل ده، نضربها ضربه بسيطه. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل باقي المكونات بتاعتنا على جنب. بعد ما ضربنا البيض بالشكل ده، نبتدي ننزل عليها بكوبايه لبن، وننزل عليها بعلبه زبادي بلدي. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بنص كوبايه سمنه على زيت، ربع كوبايه زيت عليها معلقتين كبار من السمنه. انا هنا استخدمت نص كوبايه زيت على سمنه بالشكل ده. بعد كده انزل عليها بكوبايه السكر. هنا انا استخدمت كوبايه السكر، هي مظبوطه معايا في الكيكه، مش مخليها ان هي تبقى مسكره زياده. عايزين تضيفوا كوبايه ونص تمام، بس هي هنا كده الكيكه طالعه طعمها مظبوط، مش مسكر قوي. ولازم واحنا بنضرب الخليط نفتح الغطا الصغير بتاع الخلاط من فوق بالشكل ده علشان يدخل هواء في الكيكه وتطلع معانا هشه مش مكتوبه. اهم حاجه واحنا بنستخدم مع بعض الكوبايات لازم تكون نفس نوع الكوبايه الواحده عشان الكيكه تطلع معانا مظبوطه. كده خلاص ضربنا الخليط كويس جدا. نبتدي ان احنا ننزل عليها بالمواد الجافه اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده، ونستمر في التقليب بالشكل ده. ننزل عليها بالكميات شويه بشويه. انا هنا نزلت بنص الكميه، وبعد كده انزل بنص الكميه الباقي، وابتدي ان انا اضربهم كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعنا يطلع معانا قوامه وسط، ان هو ولا خفيف ولا تقيل. القوام اللي هيطلع معانا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الكيكه لونها جميل ازاي. نبتدي ان احنا نضربها كويس جدا عشان خاطر ما نسيبش اي تكتلات فيها. كده خلاص شايفين ما شاء الله قوام الكيكه جميل ازاي معانا، هو ده القوام المظبوط. وبعد كده اكون مجهزه معايا صينيه دهناها سمنه او زيت. وبعد كده ابتدي ان انا انزل بالخليط بتاعنا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله قوام الكيكه جميل ازاي. واكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180. بعد كده ابتدي ان انا بعد ما نزلت الخليط بتاعي كله بالشكل ده، ابتدي ان انا اخبط الكيكه على الرخامه بالشكل ده عشان خاطر تطلع اي فقاعات هواء موجوده فيها. وبعد كده نبتدي ان احنا ندخلها الفرن على درجه حراره 180 لغايه ما تطلع معانا بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله جميله ازاي. بعد كده نبتدي ان احنا نقطع الكيكه. اهم حاجه ان احنا نقطع الكيكه ما تكونش ان هي لسه طالعه من الفرن عشان ما تفرولش مننا. لازم نسيب الكيكه بتاعتنا ان هي تبرد شويه عشان خاطر تطلع معانا بالطريقه الجميله دي. شايفين ما شاء الله هشه ازاي. مع ذلك احنا مقطعين الكيكه وهي سخنه. شايفين ما شاء الله هشه ازاي وقوامها جميل ازاي. شايفين ما شاء الله ارتفاعها حلو ازاي. تنفع فطار تنفع عشاء مع كوبايه شاي بلبن كده او كوبايه شاي، بجد طعمها حكايه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.